يا مساء الفل، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. الاهلي بيفوز على بلديه المحله بخماسيه بعد غياب عن الدوري لمده 90 يوم. 3 شهور الاهلي ما لعبش في الدوري، ويوم ما رجع الاهلي قدر يفوز على بلديه المحله بنتيجه كبيره. بصوا، علشان ما يبقاش نتكلم في فوز خادع والناس تقول احنا بنبالغ. انا عايزه بس اوضح حاجه للناس اللي هي متشائمه جدا والناس متفائله قوي. بلدية المحلة مش الفرقة القوية، لكن الناس اللي هي بتقلل من الفوز هم هتلاقيهم اغلبيتهم، يعني الناس اللي بيقولوا لا بس دي فرقة رخمة قبل الماتش بقى يجي يقول لك ايه، بس خلي بالك دي فرقة رخمة. احمد عبد الرؤوف عامل فرقة كويسة، مع ان انا ما اعرفش احمد عبد الرؤوف عمل ايه اصلا. الراجل اول مرة اشوف واحد بيجازف قدام النادي الاهلي او فرقة زي النادي الاهلي وبيلعب بخط دفاع متقدم وموسع المساحات. كارثة كارثة، عمل جريمة كروية في الملعب. لكن احنا بقى كجمهور اهلي ايه اللي احنا استفدناه من الماتش ده؟ يعني عشان يبقى كلامنا برضو منطقي وما فيهوش مبالغه قوي وما فيهوش برضو نقص من لعيب معين يعني. غير النتيجه الكبيره اللي هي بتبقى تاهيل عامه قبل ماتش افريقيا او نهائي الكاس في السعوديه ضد الزمالك. الاهلي طلع بمكاسب لعيبه، يعني مثلا عندك نبدأ من عمر كمال عبد الواحد. الراجل رجله نزلت كده الملعب وابتدى ياخد ويلعب. ممكن بقى ايه يلعب قدام، هتحتاجه باك يمين او وينج يمين، وممكن كمان زي ما شفنا لعب مساك او بدأ الماتش باك شمال. وهنا هتبقى فرصة انك تريح معلول في الماتشات اللي مش قوية او مش مهمة، او يبقى على الاقل عندك بديل لمعلول اتصاب او انذارات او اصابات يعني. فعندك لعيب قدر نسبيا يلعب في المركز ده. وزي ما بقول لكم، هو عمر كمال اللعيب اللي هو بيديك 7 من 10 بس في أي مركز. يعني هو ما بيديكش العشرة في العشرة زي أي لعيب متمرس في مركزه، لكن هو بيدي لك ال7 من 10 اللي أنت عايزها، ودي حاجة كويسة. نيجي برضو اطمنا على صفقتين مثلا اللي احنا كنا قلقانين منهم. عمر كمال خلصنا، عندك مثلا وسام ابو علي مهاجم. عشان برضو لما اتشتمت او اتكتب لي واحد انت بتنفخ في اللعيبه امبارح لما اتكلمت عنه، لا هو انا ما قلتش ان اللعيب ده هالاند، بس انا قلت الراجل مبشر. وخلي بالك فرق ان انت بتدخل في علم الغيب وتقول ده هيعمل ايه بعد كده، وفي فرق ان هو مبشر. وانا شايف انه لعيب مبشر. يعني لو بصينا ان احنا بنقارنه بكهربا، احنا بنقول كهربا عنده ميزه انه بيخلق مساحات لنفسه كويسه وبيعرف يتحرك ورا خط الدفاع. وسام ابو علي عنده دي، بس بلس ان هو او زائد ان هو بيجيب اجوان. موديست اللي الناس كلها بتشتمه، موديست من احسن اللعيبه اللي بتتمركز في منطقه الجزاء. ما بيجيبش جوان، يعني مش واضح له اي ملامح، اتفق معاك جدا. بس ما ينفعش نخفي ان هو بيقف بيتمركز في مهام مهاجم رقم 9 في الصندوق صح، او في منطقه 18 صح. وسام ابو علي بيعملها. وسام ابو علي انت لو حد لاحظ شاط فاول ولعب ضربه الجزاء، وده من الواضح ان احنا هنشوف ده المرحله الجايه، ان الراجل مقتنع بيه او كولر مقتنع بيه ان انا هدي لك ثقه ان انت تلعب ضربات جزاء وفي نفس الوقت ان انت تلعب فاولات. يعني الراجل جايب امكانيات، هو متوقع ان ده هتحصل، كولر شايف ان ده هيديهوله. طيب، طبعا غير ان هو يجيب جونين اصلا، يعني غير ان هو يجيب جونين وشفناه في ماتش دياما كان نازل عمل قلق شويه لما نزل ونوش كده في الملعب. طيب، مودست جاب جون ودي حد ذاتها كمهاجم بتفرق. نختلف او نتفق ان هو يجيب جون دي حاجه كويسه. نيجي بقى للحاجات التانية المهمة، ان انت اطمنت على لعيبة معينة، يعني اطمنت على لعيبة بمراكز. يعني انت شفت كريم نيدفيد لما نزل بقاله كتير بره الملعب او بعيد عن الملعب، الراجل نزل فرق معاك ورجله كده واحدة واحدة بياخد في الماتش ده. تاني ماتش على التوالي يبدأ. عندك مين؟ رضا سليم. رضا سليم يا جماعه انا بقولها تاني، انا بقول رضا سليم يلعب على اي وينج في مصر او اي وينج في الاهلي، بمعنى اصح عشان احنا بنتكلم على الاهلي. تيجي تقول لي ازاي؟ اقول لك انا يلعب على بيرسي تاو ويلعب على حسين الشحات. بس انت قدرت النهارده تخلي منافسه، ان ايه يعني ما تعرفش مين اللي هيبدا، ان الثلاثه عندك بيأدوا اللي انت طالبه. طبعا مش يعني خلاص حرق كلام بقى على امام عاشور. خلاص يا جماعه، تاني امام عاشور احسن لعيب نص ملعب في مصر بامكانيات معينه مش موجوده في كل لعيبه مصر. الزياده والضغط واليمين بيلعب يمين وشمال والشوتنج والثروات. امبارح الثرو بتاع رضا سليم ده يعني ما جاش من فراغ. فخلاص مش هنحرق جاز بقى في قصه صفقه من الزمالك ونقعد نكايد في بعض. هو اللعيب خلاص صفقه فنيه ناجحه جدا جدا للنادي الاهلي، بره اي حاجه صفقه فنيه ناجحه. بس طمنت على شكل الفرقه. نتيجه خادعه عشان فرقه قدامك قليله، لكن بقى زي ما بقول لكم عشان ما نهولش الموضوع قوي. بس انت في مكاسب، كسبت لعيبه، كسبت لعيبه رجعتها. خلي بالك ان انت على مدار الموسم بيقابلك مشكله كجهاز فني،
كولر بيقابله انذارات، اللعيبه بتوع ما بتلعبش عشان انذارات، اصابات، لعيبه بتتدلع ومستواها بينزل. قفشه امبارح اللي ما خدش باله، الناس زي ما بتشتم قفشه دايما وانا منهم، يعني انا مش هدعي ان انا مش بنتقده، لا الراجل امبارح نزل خلق 3 فرص مؤكدين منهم الجون بتاع موديس، رفع عينه راح حاططها له الراجل حطها جون. حتى قفشه لما نزل كان كويس. فانت الماتش امبارح ده من الاخر هو خلاصته ايه، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هو انت بتشوف الدكه بتاعتك وعلى اساسها عايز تغربل، يعني تشوف مين اللي هيبدا قدام بعد كده. يعني هتلاقي دلوقتي ثنائيه كولر هيبقى عنده في دماغه ثنائيه امام عاشور وحسين الشحات، ولا ثنائيه امام عاشور ورضا سليم؟ ابدا ببيرسي تاو ولا اخلي رضا سليم يمين والشحات شمال؟ طب ابدا ببيرسي تاو واخلي حسين الشحات دكه؟ لا هاجي ماتش الزمالك حسين الشحات كعبه عالي على الزمالك، ابدا بيه ولا رضا سليم دكه، ولا قاعد ولا لاعب رضا سليم اللي هو اصلا فايق بقاله ماتشين، ماتش افريقيا والماتش بتاع امبارح. المهاجم خلاص وسام ابو علي حجز، يعني دي ما فيهاش كلام. نص الملعب، نص الملعب انت عندك اللي ثابتين المعروف يعني خلاص، هو هيبقى مروان عطيه وامام عاشور. التالت بقى برضو ما انت باين بقى عندك، هتلاعب كريم نيدفيد ولا عمرو السولية؟ سيبك من ديانج انه مصاب، ولا هتقدر ترجع كوكا، ولا تنزل اكرم توفيق وكوكا ده نفسيا عايز يرجع؟ يعني كولر بقى عنده رفاهيه شويه انه ايه، بيحاول يجيب توليفه تلعب في نص الملعب. المشكله في خط الدفاع سنه بقى واضحه بعد اصابه ياسر ابراهيم، لكن عمر كمال هيلعب مساك بقى، رامي ربيعه، بغض النظر مين. حتى لما محمد نادي اتصاب امبارح، عمر كمال لما لعب مساك اجاد زي ما قلت لكم في اول الحلقه او اول الفيديو 7/10. فده اللي انا عايزه من اللعيب، اللي هو الجوكر اللي انا عايزه في كذا حاجه. مش هطول عليكم اكتر من كده. فوز بنتيجه كبيره معنويا تفرق، فوز يفرق مع لعيبه معينه باسمها، ان هو حط رجله في الملعب واخد ثقه وخد ثقه الجمهور. الاهلي حلو وهو في استاد القاهره عامه، بتحس ان اللعيبه نفسها مبسوطه والجمهور مبسوط، وكولر طبعا بالتالي بيبقى مبسوط. ماتش يتبني عليه، لكن ماتش ما يتحطش في التاريخ، يعني ما يتقالش الاهلي كسب المحله 5، لا هو الماتش يتبني عليه للي جاي، ان انت داخل على مدعكه كرويه جامده جدا. دوري مؤجلات هترجع، بطولة افريقيا الاداء مش احسن حاجة بس هتصعد، فعايز تعرف هتعمل ايه بعد كده. آه ايه تاني يعني، هتقابل سان داونز، هتلعب الساعة 3 العصر في رمضان، هتلاعب مازيمبي هتلاعب الساعة 3 العصر في رمضان، هتلاعب سيمبا هتلعب الساعة 3 العصر في رمضان، خلي بالك. فهي الفرقة الوحيدة اللي ممكن نقابلها ونلعبها بالليل هي هتبقى الترجي، فالاهلي داخل على ماتشات رخمة. ده غير طبعا ايه كاس نهائي كاس مصر في السعودية ضد الزمالك، البطولة المفضلة للجمهورين يعني. بس فزي ما بقول لكم كده الخلاصه، الماتش يتبني عليه لكن ما يتحطش ان هو ده الماتش المقياس للعيبه. بس كده، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا ريت نكون فهمنا بس او وصلت لكم انا عايز ايه من ماتش المحله. نتيجه كويسه ولكن إيه اللي انا استفدته منه. يلا اشوفكم في حلقه جديده. سلام.